يزود مناعتي؟ ده سؤال بتسأله كتير قوي. عايز دواء او توصف لي ايه يزود مناعتي؟ قصه الوصفات، الحاجات اللي كان متداول عنها انها بتقوي المناعه، اعتقد ان هو الموضوع كده بقى موضوع ملوش عمق علمي، لان جهاز مناعه حضرتك ده مش جهاز كده قائم بذاته، لا دي خلايا منتشره في كل انحاء جسمك. خلايا اللي موجوده مناعيه في الرئه شكلها مش شبه الخلايا المناعيه اللي موجوده في الكبد، الخلايا المناعيه اللي موجوده في الدم مش شبه الخلايا الموجوده اللي بره الدم وجوه الانسجه. الخلايا المناعيه دي من يوم ولاده البيبي وهي بتطور في نفسها، بس العمليه ديفرنشيشن. مع ان النظريه السائده اللي هي المونوكلونال ثيوري اللي بتقول ان انت جهاز مناعتك عنده ميموري سيلز لكل انتيجين موجود على وجه الارض، يعني عنده استطاعه يكون انتي بوديز لانتيجينز او ميكروبات لسه ما اتخلقتش. فتلاقي من غريب قوي ان هو يقول لك مثلا لا انت الدايفرستي في الاكل او تنوع الوجبات او اكثار انواع المدخلات ليك ده بيحفز مناعتك بشكل ما. هو طبعا ليه تاثير على جهاز المناعه، لان انت مناعتك شبه اكلك، بمعنى ان الطفل من يوم ما بيتولد هو لسه جهاز مناعته انيت، يعني لسه طازه على الابيض. مع اول لمسه من مامته، مع اول رضعه بيبدا جلده يلمس جلدها، بيدخل من نفسه البكتيريا المحيطه بيها، بيخش عن طريق الفم اللبن اللي بيرضعه منها بما يحتويه من ميكروبات، بما يحتويه من انتي بوديز. فبتبقى الانتي بوديز في اول يوم واول اسبوع دي كلها مدخلات من الام، لحد ما جسم بيبي يبدا هو يكون اجسام بقى مضاده والخلايا تتنشط. فما يجي حد يقول انا عايز دواء يقوي مناعتي، بضحك. ليه؟ لان لو في دواء زي كده كنا للاطفال في السن ده، لا احنا بندي تطعيمات. يعني معنى كده ان انت بتعمل له مدخل عن طريق ميكروب مضاعف، او انت عامل له هيتنج او حرقه او واخد منه حته اثاره جهاز مناعتك ما يسببلكش مرض او يسبب لك مرض من الدرجه الثانيه او سب كلينيكال انفكشن، يبقى عندك الاعراض بس الاعراض اقل من الطبيعي. يبقى معنى كده ان انت ما جيت تنشط جهاز مناعتك ما لجأتش لدواء او منتج او محصول او اعشاب، لا انت عملت استثارة جهاز المناعة عن طريق مدخل غريب لجسمك، والمدخل ده جسمك اتعامل معاه وبناء عليه عمل ذاكرة مناعية او الميموري اميونيتي. انت بعد شوية بعد تعرضك للميكروب مرة واثنين، زي في بعض التطعيمات بتبقى مرة واثنين وثلاثة، يقول لك الجرعة الاولانية، الجرعه الثانيه، وبعد كده بوستنج دوز، جرعه محفزه، يعني عشان خاطر جهاز مناعتك لو كان نسي الفيروس ادينا بنفكره بيه تاني. ده فكر، ودي نظريه قايمه على استثاره جهاز المناعه بالميكروب نفسه، فبناء عليه انت بتكون ضده اجسام مضاده وبتخلق ليه خلايا صاحبه ذاكره تمتد معاك لسنين. عشان كده الحصبه والتهاب الغده النكفيه، يعني المامس والميزلز والحاجات دي ليها تطعيمات وثوابت موجوده، لكن مفيش دواء او اكله هتاكلها تخلي جهاز مناعتك مستثار او يتحفز او يبقى نشيط. لكن احنا عندنا اكلات تثير جهاز مناعتك لحد انت ممكن يجي لك شوك او صدمه. اكلات زي الجمبري، يعني الناس اللي بتاكل كل مأكولات السي فود بتتوصف لكل العرسان، والناس اللي بتحافظ على ذكورتها، والناس اللي بتشتكي يقولوا كل سي فود عشان خاطر ده منشط جنسي لحضرتك، لمجرد ان هو بيعمل لك استثاره جهاز المناعه. وشك يحمر، ضربات قلبك تجري، ودانك تزنهر، فيقول لك بص شفت الطاقه. نفس القصه بيعملها طبق العدس، نفس القصه ممكن تعملها طبق البسله بالجزر. كل اللي حصل ان انت جيت شعوطت جهازك الهضمي، فجهاز مناعتك جاله انذار، سويتش اون، اشتغل. اعراض كلها اعراض التهابيه. تلاقي في المقابل انت حاجات بتتحط يقول لك لا حط جوز الطيب ده زوده في العطاره عشان خاطر نفس الاعراض، نفس الاعراض، ضربات قلب سريعه، وشك يصهد، يسخن، يرفع درجه حرارتك. الشطه والبلاك بيبر، يعني كل منتجات البيبرز، الفلفل اسود واحمر، كلها دي اسمها انكابلرز، دي منتجه للحراره، مش هي بقى بتديك طاقه، لا ده كل اللي عملته انها حولت، عملت دايفرجن من ان العمليات الكيميائيه بدل ما تصنع عملات بدات تطلع حراره. هرمون الغده الدرقيه لو خدت جرعات زياده يعمل لك الحراره دي. يبقى ربط الاكل بالمناعه لازم تبص عليه ان هو استثاره، والاستثاره دي ممكن تكون في الاول حميده، ممكن تقلب معاك بمشاكل. عشان كده في ناس كتير قوي جالهم انافيلاكتيك شوك من ورا اكل الجمبري، اكله سي فود حتى عاديه، او حتى لو سمك. يعني كان زمان